بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما إن شاء الله. برضو النهاردة كده معايا شوية مشتريات زي ما بقول لكم، والله أنا لسه جاية، فقلت عشان الفيديو يلحق ينزل النهاردة، فبلحق يعني دايما ببقى مستعجلة أجيب الحاجة طبعا دلوقتي وإيه، وبروح مصورها على طول. النهاردة جايبة بس شوية كده يعني حاجات بلاستيك يعني، وقلت أعرضها لكم النهاردة وتشوفوها معايا. أول حاجة هبدأ كده يا جماعة، دول إيه؟ طقم البقوليات دول عبارة عن اتنين، يعني الطقم ده عبارة عن اتنين في واحد. الساعة بتاعته زي ما بوريكم كده 2.5 لتر، ماركة لمسة، حلوين قوي فجبتهم. جبت برضو ده، وجبت كمان كنت عايزة اجيب اكتر من، يعني اجيب حوالي 3، يبقى هم عبارة عن 6 كده، بس للأسف ما لقيتش عنده غير اللي هم الاتنين دول. حتى هو كان عنده من فترة كده. معلش بقى اتقطع معاكم، التسجيل ده بيبقى متعب جدا، يعني مش عايزه ابقى اخلي اي صوت او اي حاجه، لازم أن يحصل لي حاجه وانا بسجل. زي ما قلت لكم انا جبت ده المجموعه دي اتنين، ودي اتنين، 4، او كل اتنين في زي ما انتم متبسطرين كده. مش هقدر ان انا افتحه لكم عشان عايزاه يبقى زي ما هو كده. جبت الواحد يا جماعه كان ب110، يعني الاتنين دول ب220. آه انا كنت جايبه قبل كده ليها، بس الحاجات دي والله يا جماعه حلوه جدا مع استخدامي ليها. انا اخدت كذا حاجه من عندها، يمكن اخدتهم كلهم، فحبيت اجمع لها تاني فجبت لها اللي هم دول. انا كنت الاول بجيبهم بالواحده، يعني كان الاول بتتباع بالواحده، دلوقتي بيحطوا الاتنين في قلب بعضيهم ب120 جنيه. انا كنت جايباهم من زمان كان بالواحده، والله ما اعرفش الواحده كانت ب25 او ب30 جنيه. فلما لقيتهم كده وعجبوني وانا استخدمتهم فحبيت اجيبهم لها. طلع على فكرة منهم يا جماعة اللي هو الأكليريك واللي هي الحاجات دي، بس والله بتبقى حجمها صغننة خالص وما بتتحملش أي حاجة، يعني مش بتشيل يعني حاجة كتيرة يعني ده مثلا ممكن يشيل الكبير ده، ممكن يشيل كيلو ونص أو 2 كيلو، هو بيقولك يعني للساعة 2.5، بس ممكن ياخد كيلو ونص، ما بياخدش أكتر من كده. ده برضو جبت اللي هو دول 3 يا جماعة برضو، بس الحجم الصغير اللي هو الاتنين، هو مكتوب عليه 2 لتر. دول 3 برضو بنفس السعر. هو كان عايز يديهمني يعني كبار بسعر اكتر من كده، والصغيرين بس قال لي ده عليهم عرض، فخديهم والحقيهم. انا زي ما قلت لكم كان عنده كميات كتيره، من فتره كده كنت معدي مفيش اسبوع والله، بس وانا قلت ايه، كنت شاريه حاجات وكده، ما فاتش معايا فلوس، فقلت ابقى اجيبهم المره اللي جايه. وكان فيهم الوان بقى، يعني الالوان اللي انا تعجبني، انا كنت عايزه واحد لها الالوان اللي هو الاسود، الغطا الاسود، بس للاسف فضل يحاول. كنت هجيب برضو من كل حاجه 2 او 3، ما لقيليش غير اللي هم اللي انتوا شفتهم دول. فبنصحكم يعني لو انتوا لقيتوا اي حاجه ومعاكم الفلوس هاتوها في وقتها، لان الحاجه بيقول لي ده انت هتيجي تاخديه المره الجايه بسعر اعلى من كده. جبت برضو يا جماعه الحاجات دي اللي هي الايه بتاع الفشار او البوب كورن، جبت 2. الحجم ده يا جماعه في النوعيه دي، في منها كبير، وفي منها وسط، وفي منها صغير. انا جبت 2 صغيرين، وان شاء الله باذن الله هبقى اجيب لها ايه، 2 كبار تاني. يعني هو بيبقى في منه الكبير قوي والوسط والصغير، انا جبت الصغير. الواحد كان ب25 جنيه، اللي هم بتاعه الفشار دول. لقيتهم كمان شكلهم حلو، مش يعني مش تقليدي قوي، فحبيت اجيبهم. جبت برضو معاكم ايه اللي هي الايه الشماعات دي شماعات يا جماعه للبنطلونات، حلوه قوي. بس انا جبت لها الشماعه، ما جبتهاش البلاستيك، انا جبتها المعدن. في منها البلاستيك وفي منها المعدن، وعلى فكرة الفرق بينهم يعني مش كتير قوي، حوالي 15 جنيه. فانا قلت لا هجيب برضو، كنت عايزة اجيب لها 2 او 3 منهم، بس للأسف ما لقيتهاش. هي حلوة قوي للبنطلونات. ما لقيتش برضو عنده غير ده، فجبت واحدة. الواحدة كانت ب35 جنيه، اللي هي شماعة اللي هي الشماعة بتاعت البنطلونات دي. معلش، ساعات كده والله ببقى قاعدة اصور لكم ومبيبقاش فيه دوشة واي حاجة، والاقي الدوشة جات لي برضو وانا قاعدة. برضو جبت اللي هي الشماعات اللي هي يا جماعه دي بتتحط ايه للنيش، ممكن تحطي عليها اي حاجات يعني كده في النيش، دي بتبقى للنيش يعني عامه، تحطي عليها سكستاند، يعني ممكن اطباق، ممكن بولات، ممكن حاجات كتير، يعني انا جايباها للنيش. الباكيته دي انا والله ما اعرفش فيها كام واحده، يعني انا مش عارفه ان الباكيته دي فيها كام واحده، بس انا جبتها ب50 جنيه. وفي منها الكبير، يعني في منها اللي هو ده الصغير ده، وفي منها الكبير. انا لقيت برضو عنده ده، قال لي ب50 جنيه، جبتها. انا مش عارفه العدد بتاعها 10، 12، والله مش واخده، او 6، مش عارفه والله، بس هي لقيتها غاليه، يعني انا فوجئت لما بيقولي ب50 جنيه، فجبت واحده.
برضو جبت يا جماعه اللي هي الايه الشماعات اللي هي الشماعات دي بقى يا جماعه، اللي عايز يجيب منها الاعداد اللي هو ايه، يعني لو العروسه يعني لبسها كتير، تجيب عدد شماعات كتير عشان بتحتاجيها. لبسها برضو كل واحد على حسب لبسه، يعني كل واحدة على حسب لبسها. انا هنا بعدهولكم الباكيتة فيها 6. هو يا جماعة الشماعات دي في منها اشكال والوان وانواع، فما تتخموش في الالوان في الانواع يعني. دي انا جبت الباكيتة كانت ب45 جنيه. في بقى لقيت الوطنية بعد ما جبتهم بقى والله، في محل تاني كده كنت بتفرج على حاجات، لقيت الوطنية ب65 جنيه. بس يعني ايه، هي نفس الخامة بس تحس ان دي كانت بتلمع قوي. دي مطفية كده بس برضو يعني خامتها حلوة. في منها على فكرة برضو ب25 جنيه، وفي منها يعني انا بقول لكم ما تتخموش في انواعها، لان هي في منها انواع كتير. انا جبت التلاتة دول، طبعا الباكيتة فيها 6 زي ما انا عديته لكم كده. كنت عايزة برضو اوحد اللون، بس برضو ما لقيتش يعني ايه برضو عنده غير الالوان دي. والله يمكن كان اخر حاجة عنده، اول مرة الاقي عنده اللي هو يعني، مع انه تاجر جملة كده كانت الحاجات عنده بدأت تفضى كده، ما كانش فيه كتير. فجبت على قد ما قدرت اللي لقيته عنده. كنت يا عم طب وحدهم لي، قال لي لا ده ما فيش، هم دول اللي باقيين من الشماعات، وهم دول ايه الالوان اللي موجوده. لقيتهم برضو الوانهم مش وحشه، فقلت خلاص ماشي. كده ايه دول جبتهم 3، كل واحده فيهم ايه 6. دي كده كانت المشتريات بتاعتي بتاع النهارده. انا بقى لو اي ام عايزه تجهز يا جماعه، وحتى لو بنتها صغيرة أو بنتها كبيرة، تبدأ بالحاجات دي اللي أنا بوريها لكم. يعني الحاجات دي يا جماعة يتبدأ بيها، يعني الشماعات الحاجات بتاع البقوليات. وما تقوليش حاجات بتطلع فيه حاجات، أيوة الأكليريك طالعة والحاجات بتطلع موضة، بس والله يا جماعة الحاجات دي ثابتة من زمان، يعني من زمان لها فترة كده. بتاع البقوليات دي موجودة، وبتلاقيها موجودة وموجودة في كل حتة، وأسعارها حلوة. أنا رحت أجيب طقم بقوليات لقيته ب550 جنيه، كنت فعلا ناوية أجيبه والله، مش عشان إن هو غالي، لا لقيته الاحجام بتاعته صغيره جدا، فانا قلت لا احط 700 جنيه، 500 جنيه او 550 في حاجه صغيره، والله ما تاخد نص كيلو يا جماعه، وكان ب 550 جنيه، وفي ناس بتبيع ب 600 جنيه. فلا الام اللي عايزه تبدا بالحاجات دي، اللي هي الشماعات، الحاجات البلاستيك، الحاجات الصغيره، فهي دي الحاجات اللي انتوا تبداوا منها زي ما انا بوريكم كده. ابداوا بالحاجات دي. يعني لو الام تايهه وعايزه تجهز، والله الشماعات ما بتروحش عليها موضه، وهاتي برضو اشكال تكون ماشيه مع كل وقت. فالحاجات دي لو بدأتوا بيها لبناتكم وهم صغيرين، الحاجات دي بتاخد فلوس كتيرة، وبتاخد وانت ممكن يعني ما تجيبيش بكفاية كمان. فانت هاتي الحاجات اللي هي اللي انا بقولك عليها دي، بلاستيكات صغيرة، حاجات صغيرة. كل الحاجات دي بتنفع يا جماعة في التجهيزات في البداية. ما تقوليش بتروح عليها موضة ولا ما بتروحش، الشماعات زي ما هي والحاجات دي زي ما هي. فالأم اللي عايزة تبدأ بكده. دي كانت مشتريات النهارده، يا رب تعجبكم، واشوفكم على خير وسلام. ما تنسوش يا جماعه اللايك والشير والاشتراك في القناه. ما تنسوش اللايك يا جماعه، يعني اللي وصل معايا لحد هنا يعمل لي لايك ويدخلي شوفي جوله في القناه لو انت اول مره تشوفيني، وقولي لي رايك. واشوفكم على خير كده ان شاء الله باذن الله. الفيديو جاي بتوحشوني من الفيديو ده للفيديو ده. اشوفكم على الف خير يا رب والف سلام. لايك يا جماعه، لايك. وشكرا قوي على الفيديو اللي عدى، والله يعني الحمد لله كرمني ربنا فيه، فانا نفسي يبقى الفيديو ده زي الفيديو اللي عدى. دعمكم ولايكاتكم بتفرق معايا كتير يا جماعه، يعني اللايكات بتفرق معايا والله يا جماعه في رفع الفيديو، وان القناه تتشاف وان الفيديو يتشاف. فبتمنى منكم يعني الدعم واللايكات الكتير. ولو انت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه، واشوفك على خير. مع الف سلام، مع السلامه.